محطات ولحظات ومواقف وشخصيات في حياته لا تنسى. ومن خلال هذه الحلقات نلتقي مع شخصيات نغوص معهم في بحار حياتهم لنستكشف هذه الحياة. أعزائي أهلا بكم وبودكاست جديد ودردش مع هدى. هندردش النهاردة في حلقة خاصة عن سلطانة الطرب أو أم البطل، الفنانة الراحلة الكبيرة شريفة فاضل. شريفة فاضل رحلت في زي الأيام اللي احنا فيها دي في قدوم شهر رمضان المبارك. بيسعدني النهاردة أن يكون ضيفي ابنها الأستاذ سامي بدير، نتعرف من خلاله على الفنانة شريفة فاضل الأم والفنانة. اهلا بيك استاذ سامي. اهلا وسهلا. قولي بقى شريفة فاضل الام بقى يعني كانت عامله ازاي مع اولادها؟ كانت حنينه جدا وكريمه جدا مع الناس كلها طول عمرها. حتى مع اخواتها، مع انها مش اكبر اخواتها ولا كده، انها برضو كانت مسؤوله، تحس انها مسؤوله عنهم. فكانت كريمه جدا معايا انا واخويا، انا واخواتي الاثنين يعني، وسيد الله يرحمه قبل ما يستشهد. وغير انها كريمه طيبه قوي ومدلعانه بصراحه يعني، وبتقضي اكتر وقت ممكن في البيت ما دام ما بتشتغلش او ما عندهاش حاجه. ما عندهاش بقى ان هي مثلا بتخرج مع اصحابها او بتروح بتعمل هي حياتها بقى، عندها حياه اجتماعيه بقى تانية وبتاع، لا كلها بتبقى في البيت. طباخه هايله، تطبخ حلو قوي قوي، وليها كم حاجه كده التخصص بتاعها معروفه بيه في العيله حتى كل اصحابي عارفينها مثلا في بتاعه الكنافه عشان بتعمل كنافه. وانا رايح لاصحابي مثلا بفطر، الكلام ده بعد ما كبرت يعني، جوزت كانت ممكن تعمل لي كنافه واخدها معايا، فقولي لو انت جاي هات كنافه مامتك من فضلك معاك. فكانت هي عشان طيبه مع الناس كلها طبعا، فاحنا اولى بقى كانت بتدينا احنا الحنيه والوقت والمجهود، وعلى طول واخده بالها مننا. طبعا. هو يعني على يعني غير متبع، بس الناس كلها بتفتكر ان لما بيكون في فنان او مطرب مشغول بيبقى ما عندوش اهتمام بولاده، يعني على عكس الفنانه راحله يعني. تمام. الله يرحمها. طيب يعني حضرتك الابن الثاني الاصغر من الراحل سيد بدير. يعني هي كانت متزوجه طبعا الله يرحمه السيد بدير، وخلفت منه الشهيد الله يرحمه حضرتك، لان هو كل الناس فاكره ان هو ما كانش عندها الا الولد الشهيد يعني الله يرحمه يعني. خلفت الشهيد اخويا اللي هو السيد بدير اللي اكبر مني، وخلفت تامر كمان اخويا اللي اصغر مني. تامر بابا اللي هو علي زكي اللي هو فضل جوزها لحد ما توفى الله، من كام سنه قبل هي ما تتوفى. واخويا كان اكبر مني بكتير 7 سنين، اللي هو الشهيد. وانا اكبر من تامر اخويا الصغير ب 12 سنه. فالفرق كان كبير يعني. تفاصيل تلقيها خبر استشهاد ابنها، لاني على ما حضرت طبعا الحلقه لحضرتك اتأثرت قوي لما عرفت ان هي ماتت بعد وفاته ب50 سنه. يعني حسيت انها يعني الموضوع كان صعب قوي بالنسبه لها، واثر عليها صحيا ونفسيا فعلا. تفاصيل تلقي الخبر كان ازاي؟ تلقيها الخبر كان ازاي؟ هو ساعة ما توفى كان مش عايش معاها بقى خلاص، كان كبر، كان عايش مع جدتي. وهو توفى 21 سنة في الحقيقة يعني. كان خاطب وكان هيتجوز في السنة اللي بعديها او في خلال السنة. ولما جالها الخبر طبعا صدمة فظيعة جدا، وكانت كأنها في غيبوبة عن العالم لفترة.
لانها مش قادره تستحمل او تفكر في الموضوع. وبعدين حست ان هي اللي غلطانه، عشان هي اللي وافقت انه هو انه يدخل الطيران او اللي يبقى في كده يعني وبتاع. هو كان كان بيسوق طيارات ميج 21. هو من الجروب بكام شهر. كانوا بيجربوا الطياره ميج 21، اسمها ميج 21 نهاري. كانوا بيجربوها وعايزين يعملوها ان هي يقدروا يمشوا بيها بالليل، عشان كانوا بيفكروا ان هم في اكتوبر لما يهجموا كانوا عايزين يهجموا بالليل على خط بارليف بالطيارات. بس الطياره ميج دي بتاعت الصبح بس. فهو بقى عشان هو كان من اشطر الناس اللي موجودين، وهو ده قعد في روسيا 2 سنين بيدرس. ايوه. هو وكم طيار تانيين ابتدوا بقى يتمرنوا ويعملوا ويظبطوا للناس ازاي يقدروا يطيروا بالطياره بالليل. فالكلام ده كان في مطار قنا. اللي هو بالصدفه كمان اختي سميحه السيد بدير كانت ساكنه في قنا، وفي البلكونه عندها لقت نار جامده وحاجه ضربت كده جامده وحاجه فرقعت في المطار. وده كان اكشلي حادثه بتاعته هو. هي ما كانتش تعرف إن هو. لا ما كانتش تعرف، عرفت بعدين طبعا، بس يعني ما كانتش تعرف ساعتها. فهو ما كانش مجند، لا. بس هي كانت فخوره جدا بعد كده لما بس يعني فاقت شويه شويه يعني. أيوة. فخوره جدا طبعا وكده. انت حتى سمعان لما بتغني البطل، لما تقول كلمه انا ام البطل بتقولها بفخر. ما احنا هنيجي هنا بقى لكتابه اغنيه ام البطل. كواليس كتابه الاغنيه دي ايه؟ دي نبيله قنديل، مرات الموسيقار علي اسماعيل. كانت صاحبتها قوي. فقالت لها يا نبيله عايز اعمل اغنيه كده عن ابني وكده ومش عارف ايه. فقعدوا يتكلموا هي واستاذ علي اسماعيل ويقرروا يسموه ايه. هيقولوها الشهيد، دي ام الشهيد. قالت لا انا مش عايز اقول كلمه شهيد، ولا مش عايز اقول كده. فقالوا يبقى نسميها ام البطل. قالوا ام البطل. دخلت نبيله الاوضه بتاعت سيد اخويا الله يرحمه، وقعدت على المكتب وقفلت الباب وكتبت الاغنيه. وهي ماما اللي كانت قالت لها انا عايز اقول حاجه زي يا حبيبي يا ابني يا ضنايا يا كده. فعشان كده عملت لي ابني حبيبي يا نوران. ايوه. فهي كانت مصره ان هي عايزه تعمل، وغنتها فعلا لما كانت بتسجلها في الاذاعه في الاستوديو. كانت كل شويه وهي بتغني بين كوبليه وكوبليه، قبل الكوبليه ما يخلص بيغمى عليها، تقع في الارض ويغمى عليها، ويوقفوها ويفوقوها ويقعدوها ويعملوها تاني وتقوم وتصر انها تكمل تاني. وفايزه احمد كانت معديه في البتاع، فقالت لها شريفه مش كده، انت هتموتي نفسك يعني، خلاص ما تغنيش، ما دام الموضوع كده وتعبان بتتعب عماله تغني ليه؟ قالت لها لا انا لازم اسجلها وهخلصها وكده عشان لازم انزل الاغنيه دي. وسجلتها فعلا. وكان واستعملت اكشلي في ثوره يناير عندنا هنا وفي كده وبتاع. ان كانوا بيعملوها على طول على الشهداء حرم الصغيرين والطلاب اللي استشهدوا وكده. وحتى هي اتقابلت مع كل الامهات الشهداء اللي هم دول بتوع الثوره، وقعدوا معاها وقعدت تعيط معاهم. قلت لها المفروض انت رايحه عشان تواسيهم يعني مش المفروض. بس طبعا هي عشان منفعله جدا وحاسه بيهم. الاغنيه يعني الاغنيه اصبحت علامه، يعني اصبحت مش بتمثل ابن شريفه فاضل بس، لا يعني هي لكل ام شهيد. واعتقد ان هو اللي يسمع الاغنيه ويدقق فيها يحس ان هي اغنيه عامه شامله.
بالظبط. نيجي بقى لأغنية من الصبر. قيل إن من الصبر دي مرتبطة بأم البطل، أو برضو قالتها من كتر حزنها على رحيل ابنها. لا مفيش صلة، مفيش صلة بالاتنين، لا خالص. لا مفيش صلة خالص في الاتنين نهائي. يعني دي لحنها منير مراد؟ منير مراد. لا مفيش صلة خالص. لا. طيب العلاقة بين شريفة فاضل ومنير مراد كانت علاقة كده يعني فنية طبعا عمل لها مختلفة. احسن من الاغاني بتاعتها حارة السقايين، من الصبر، الليل، دور، عمل لها معظم الاغاني الناجحه بتاعتها اللي غنتها يعني. غير ان هو كان صديق، كان صديق فعلا. هو كان عندها اصدقاء من الوسط الفني بس مش كتير، يعني عبد الحليم، منير مراد، نبيل عبيد، كده يعني. هما بس كم حد كده، من ضمنهم كان منير مراد. بس في يعني كان موجود عندنا في البيت معظم الوقت. كان في كيمياء اكيد بينهم وبين بعض يعني. لان فعلا معظم اغانيها الناجحه هو اللي عاملاها طبعا. ده بدون شك. بدون شك. وفلاح، ويعني كل الاغاني اللي تقريبا تعرفيها كلها. يعني هو كم اغنيه تانية بليغ بس اللي اشتهروا، واستاذ محمد عبد الوهاب، وبس حاجات كده. انا معظم الالحان بتاعتها اللي ناجحه واللي معروفه منير مراد. كتير قوي ما يعرفوش ان الفنانه شريفه فاضل جدها قارئ قرآن. الشيخ احمد ندى. شيخ المقرئين. وان هي اتربت على الاناشيد اللي هي الدينيه، علشان كده طلعت متمكنه في الغناء. لا يعني ده صحيح. ده صحيح. جدها اللي هو ابو جدي، ابوها كان اسمه احمد ندى. ايوه. كان شيخ المقرئين. للاسف ساعتها ما كانش فيه اذاعه، مش متسجل له ولا تسجيل من القراءات اللي بيعملها. بس معروف ان هو لما كان يقرا كانوا الشوارع بتقف، الترماي بيقف، البتاع بيقف عشان الناس تقف تسمعه من جمال صوته. كان شيخ المقرئين العربي يعني. ايوه. هي مثلت كم فيلم كده؟ ما مثلتش كتير. لا مش كتير، 5 كده. طب هي ليه ما يعني هي كانت برضو كويسه في التمثيل، ليه ما كملتش تمثيل؟ لا بس هي كانت كويسه بس مش كويسه قوي في التمثيل. يعني هي معترفه بكده في الحقيقه. يعني أيوة. بس عملت كام فيلم اللي عملتهم حلوين طبعا كويسين. اول فيلم كان ليله رهيبه، اللي فيه اغنيه امانه يا بكره. وبعد كده عملت فيلم كمان مفتش مباحث، ده كان رشدي أباظة ويوسف وهبي. وانا كان عندي 6 اشهر في الفيلم والله. طلعت في الفيلم برضو. ده اللي هو زمان يعني. ايوه. والافلام الجديده تل العقارب وحاره السقايين مع محمد عوض وامين الهنيدي والشله دي اللي غنت فيها حاره السقايين. حاره السقايين. وتل العقارب وحاره السقايين ومنيره المهديه، اللي هي عملت منه اغاني كثيره جدا بقى بتاعتها، اللي هي سموها سلطانة الطرب. عشان كده هي اطلقوا عليها لقب سلطانة الطرب بسبب الفيلم، بسبب منيره المهديه، عشان منيره المهديه كانت سلطانة الطرب. بس انا سالتها مره كده، انت تحبي نكتب ايه في النعي بتاعك؟ قالت لي الفنانه شريفه فاضل ام البطل، ده لازم يبقى مكتوب كده. ايوه. ما تحطوش وصف تاني ولا اسم تاني ولا كده. شريفه فاضل ام الفنانه، كلمه فنانه شريفه فاضل ام البطل. وفعلا عملت كده، وفعلا على قبرها احنا كاتبين دلوقتي بتاع الرخام اللي حطينا مكتوب عليها كده. هي طبعا قبل ما تتوفى انعزلت عن الحياه الفنيه تماما. الاصدقاء ان هم حاولوا كتير قوي يروحوا يعملوا معاها يعني حوارات صحفيه، بس هي دايما كانت بترفض. ليه كانت بترفض؟ طيب
بصي هي حست ان في الاذاعه ما بقوش يذيعوا اغانيها خالص زي ما كانوا بيعملوا الاول، وان ولا في التلفزيون وما بيطلبوهاش في حاجات كمان وكده. هي كانت قادره انها بتغني لسه شويه ساعتها. فقررت بقى انا احسن ان انا بكرامتي كده وانا كويسه ومشهوره بتاع، انا هعتذر، هبعد بقى عن الاضواء، انا مش هعمل اضواء تاني. وركزت بقى في حاجات زي الرسم اللي كانت بتعمله يعني حاجات تانية بقى. كان ليها رأي في الأصوات اللي طالعة جديدة، لأنها طبعا يعني ما مرش كتير على وفاتها، يعني دي تاني سنة تعتبر ليها في وفاتها الله يرحمها، فكان ليها رأي في الهرج والمرج. كان ليها رأيها كان إيه؟ في انترفيو مرة فكره لها مع أحمد سعد، والمذيعة قالت له يغني وبتاع وكده، كان مشهور شوية معروف شوية يعني. فقال لها ايه يا مدام شريفة بقى رأيك ايه في صوتي، حلو لك؟ قالت له حلو قوي يا احمد، بس انت قلل العرب دي شوية، هدي المواضيع، انت مزودها زيادة عن اللزوم. غني اسهل من كده شوية، مش لازم كل حاجة تقعد تعملها عرب وتقابل فيها، هدي شوية المواضيع وغنيها. وهي ما كانتش تتكسف من اي حاجة ومن اي حد، وبتقول للناس كلها كل حاجة رأيها وما بتفرقش معاها خالص نهائي يعني، طول عمرها، مش لما كبرت بس في الحقيقة يعني. بتقولي اللي هي عايزاه. يعني مفيش مشكلة خالص. وطبعا كانت بتحب نانسي عجرم. بقول لها ايه رايك في نانسي عجرم؟ قالت بونبونايه، بتحبها جدا، حاسه ان دمها خفيف، وان عشان عرفت انها غنت حرس عين سمعتها لها، انا بوريتها الفيديو هي ومحمد منير. بوريتها الفيديو بقى. فلا كان في من الناس الجداد ناس كتيره كانت كويسه وبتحبهم. هي بقى كانت بتحب مين من الناس القدام اللي يعني عصروها؟ اوكي، اللي مثلها الاعلى كانت ليلى مراد، وتحفظ اغاني ليلى مراد وام كلثوم. هي فده كان المثل الاعلى. انا كان نفسي ابقى ام كلثوم الثانيه. يعني ده المثل الاعلى عندها انا وليلى مراد بالذات. واللي في سنها بقى اللي كانت بتحبهم طبعا شاديه طبعا. شاديه برضو الجيل اللي قبليها شويه، بس يعني كانت برضو ممكن مع بعض. يعني شاديه غنت في فرحي، يعني مش غنت هي بتغني لا، يعني طلعت تغني اغنيه الناس خلاها تطلع وطلعت غنت بتاع. صباح كمان. و صباح برضو كانت قبليها، بس صباح قعدت مكمله ما شاء الله لحد قريب خالص يعني، قبل ما تتوفى يعني. ومين تاني من المطربين؟ في مطربين بقى من الرجاله اللي بتوع يعني، مثلا هي اللي قدمت مدحت صالح مثلا للناس. هي اللي عرفت يعني هي عرفته في مسابقه ولا؟ لا كان بيشتغل عندها في النايت كلاب في الليل. فما هو النايت كلاب بتاع الليل كده بيطلع بقى ناس كتيره كده. ما هو ده بقى اللي احنا برضو يعني هاخد من حضرتك النقطه دي، لان الناس كتير قوي يعني واخده فكره على ان كازينو الليل يعني ما كانش يعني لكن هو الحقيقه خرج منه ناس كتير قوي. هو كان ارقى واحسن نايت كلاب موجود في مصر، والمستوى بتاع الناس الزباين، المستوى بتاع اللي بيغنوا فيه كده بتاع، كان هو اعلى وارقى مستوى في مصر بدون شك يعني. هي كانت اساسيه فيه معظم الايام، 5 ايام في الاسبوع. وكان رقاصه. لما ابتدت في الاول كانت سهير زكي، وبعد كده بقت سحر حمدي وفيفي عبده. يعني فيفي عبده اشتهرت واتعرفت عندها في الليل يعني. عشان كده فيفي دايما تقول لها ستي وتجرأي على طول يعني، بتحبها جدا. وكانت هي الوحيده من الناس القليله قوي اللي بتتكلم في التليفون تسأل عليها وما تعرفش تكلمني، تقول لي انا بحاول اكلمها، انا مش عارف ايه اخبارها ايه، مش عارف ايه. طب ما تروح لها المره الجايه اطلبني وانت عندها عشان اكلمها.
كانت بتحبها قوي برضو. ففي بيبقى رقاصة وهي بتغني وحد راجل بدات بيغني، كان محمد قنديل ممكن، كان محمد رشدي ممكن، مدحت صالح. يعني المكان كان حاضن لكل الفنانين الكبار يعني. ناس كده يعني. والفرقة بقى الغربي اللي هي بتلعب في الأول وفي الآخر، اللي كنت فرقتي أنا. كنت برضه الفرقة بتاعتي كانت الفرقة بتاعتي، كنا بنلعب في الأول وفي أول الليل وفي آخر الليل. بس كان الموضوع كان راقي جدا يعني. وما فيش حاجة، ما فيش حاجة اسمها شيش بيبيعوا شيشة مثلا وحاجة، ما فيش كلام، لا خالص، حاجة يعني مختلفة. هو طبعا كويس ان حضرتك اثرت النقطة دي، لان الناس يعني كانت واخدة بقى يعني فكرة ان هو يعني كان مالها ليلي، وحضرتك فاهم يعني. لا خالص خالص. يعني انا كمان يعني سمعت او قريت ان هي كانت حاطه شروط لدخول ولازم طبعا حجز، ولازم كده، ولازم لبس. لا لازم الرجاله يبقى لابسين جاكيتات او كرافتات وبتاع وكده، ما ينفعش يبقوا لابسين كده جينز مثلا لا حاجات كده، حاجات معينه يعني. ذكرياتها بقى ايه مع زمايلها الفنانين؟ يعني اكتر فنان ممثل او مطرب هي ليها ذكريات معاه حلوه ودايما كانت بتقعد تحكي عنه؟ عبد الحليم كان من الناس المؤثرين جدا في حياتها. عبد الحليم عمره في حياته ما عمل حفله في المغرب ولا بره كده وبتاع وما خدهاش معاه. لازم بياخدها معاه في كل حفلاته، لازم. من ساعة ما طلعت لحد ما هو بطل غنى يعني. كانت على طول معاه يعني. وبحكم بليغ حمدي بيلحن لها وكان كده وبتاع، فوردة برضو كانت يعني صاحبتها نوعا ما، كان يعني فاهمة، كانوا بيبقوا يعني بيتقابلوا كتير، وبتروح بتيجي مع بليغ مثلا في البيت عندنا وكده يعني. انما الفنانين عامه، وزي ما قلت بقى ان من الممثلين ولا كده، ناس زي نبيلة عبيد. برضو كانت صاحبتها جدا يعني. نبيلة لازم كل افتتاحيه افلام نبيلة عبيد لازم تعزمنا، تروح تتفرج، تكلمها تقول لها شريفه لازم تيجي. بس هو مش كتير قوي يعني. بس كانت الكواليتي الناس بتاع الله يرحمها رجاء الجداوي، كانت جايه لها تشوفها تسلم عليها في البيت وكده وبتاع، وقبلها باسبوع كلمتها قالت لها يا شيف معلش انا عييت وكده وبتاع، جالها كورونا وربنا. كانت برضو جايه لها، هي كانت بتحبها وبتسال عليها على طول دلوقتي يعني، في الايام دي يعني، قبل ما تتوفى على طول. ففي ناس معينين كده علقوا معاها يعني. السيد بدير، مش معقول هنتكلم عن شريفة فاضل مش هنتكلم عن السيد بدير. قبل بقى ما نغوص في السيد بدير، السيد بدير في حياة شريفة فاضل كان في البداية داعم ليها قوي جدا. هو السبب ان هي غنت اصلا. وهو كان اول حب في حياتها. هو كان اكبر منها بكتير. لما اتجوزته كان عندها 18 سنة مثلا ولا حاجة كده. ومصرة، سيد أنا عايزة أغني، لازم أغني سيد عايزة أغني قال لها بصي بقى، هو مش عايزة تغني أصلا خالص ولا تبقى في الوسط الفني يعني. قال لها بصي أنا هجيب واحد صاحبي ويسمعك، ولو قال انك بتعرفي تغني وهتغني هخليكي تغني، لو قال لا دي فاشله يا سيد خلاص مش عايز اسمعك خالص بقى الموضوع الغنى ده. قالت له طب مين؟ قال لها محمد عبد الوهاب، واحد صاحبي. تعرف ان هو يعني. فقالت له استاذ حامد، فالمهم جالنا البيت، انا ما كنتش اتولدت يعني لسه، في الزمالك كنا ساعتها. قال لها ايه شايفه، سمعت انك عايزه تغني وبتاع وكده. قالت له يا استاذ محمد كده وبتاع. قال لها والله طب غني سمعيني حاجه كده، سمعيني تغني ايه. قالت له هغني
كانت حاجه صعبه، حاجه يعني هو صحيح الهوى غلاب، حاجه ام كلثوم، حاجه كده صعبه جدا. اللي هي سلام مره واحده هتقوم مغنيه عايزه تغني ام كلثوم، قال لها طب يا سمعيني اتفضلي قولي. فغنت بقى وقعد يسمعها، وابويا معاهم بقى وعبد الوهاب بقى كل شويه لها يا شريفه، يا سلام، الله، وكده طول ما هي عماله تغني. بس خلصت غنى، فراح مدور للسيد بدير وقال له انت لو ما خليتهاش تغني انا هكلم البوليس يجي ياخدوك يقبضوا عليك حالا ويودوك السجن. انت حرام عليك تحرم العالم العربي ومصر والناس دي من حد زي ده عندها الموهبه دي وبحه الصوت الجميله دي وكده، انت لازم تخليها تغني. وكان بقى فعمل لها اول فيلم غنت فيه اغنيه اللي هي امانه بكره. وكانت البدايه بقى راحت بقى ابتدت بقى تدرس في معهد يعني هي اساسا ما كانتش دارسه في معهد الموسيقى قبل ما تتجوز والدك؟ لا. لكن هي بعد ما اتجوزته وبدات دخلت الموسيقى وبعدين عملت التمثيل مع التمثيل وبعدين انفصلت. لا انفصلت بقى، مش وبعدين انفصلت بعد كتير يعني، بعد سنين كتيره يعني. وده كان معظمه بسبب ان هو كان بيغير جدا زياده عن اللزوم، وهي خلاص بحكم شغلها بقى عندها يجي لها حفلات بقى في بيروت وحفلات في كده وبتاع. كان خالها اللي بيسافر معاها يعني كشابرون يعني حبايه لما بتسافر السفريات دي، وابتدت بقى تشتهر طبعا هنا، وحفلات اضواء المدينه والحاجات دي. وفي التلفزيون بقى ابتدى التلفزيون هو اللي عمل، انت عارفه هو اللي عمل التلفزيون في مصر السيد بدير سنه 61. يعني كان عندنا اول تلفزيون في مصر في البيت. فبقى عملت بقى في التلفزيون وعملت ابتدت بقى هو حس ان الموضوع صعب شويه وضغط جامد عليه شويه وان هو مش مرتاح كده وما يعني، فده كان السبب يعني. بس بيقولوا ما تزوجش يعني بعدها. لا. ولكن حضرتك ليك اخوات من السيد بدير، يعني هو كان متزوج قبل بنت خالته. اللي ما حدش يعرفه بقى ان هو كان طبيب. كان دكتور بيطري. كتير قوي ما تعرفهاش. اتخرج من كليه الطب البيطري وساب الطب واتجه للفن. بس عشان ابوه كان هيموته لو كان قال له كده اثناء ما كان بيدرس يعني. فخلص لابوه كليه الطب زي ما هو عايز وراح بقى شق طريقه بقى. كمان هو برضه في الإذاعة كان مخرج كبير في الإذاعة وكاتب للإذاعة طبعا. عنده برضه تاريخ كبير في الإذاعة، هو كان موظف أصلا في الإذاعة. وهو كان مستشار الإذاعة، مستشار الإذاعة في التلفزيون هو على رأي ميكي ماوس الناقد الفني اللي السيد بدير فنان مربع. فبيقول لك مربع مش قصدي تخين يعني مربع، لا قصدي مربع يعني بيألف ويمثل ويخرج وكده يعني، عشان كده مربع يبقى. في ناس كتير ما تعرفش انه اللي هو اللي كاتب سيناريو كتير من اشهر الافلام. عمل 1200 عمل. ورصيف نمرة 5، سكر هام، رصيف نمرة 5، ابن حميدو، عائلة زيزي، اللي هي الحاجات الفظيعة دي يعني كلها يعني. واخراج حاجات زي الزوجة العذراء، احمد مظهر وفاتن حمام. هو بس السؤال هنا كان جامع كل ده ازاي؟ يعني هو كان اخراج وتمثيل وكتابة. هو بينام 4 ساعات في اليوم. ال4 ساعات دول بينامهم في العربية وهو رايح من استوديو لاستوديو. السواق هو اللي بيساق يعني، رايح من استوديو لاستوديو، رايح مش عارف ايه، بيشتغل 20 ساعة شغال في اليوم. وبعدين بيقعد يكتب ويألف، وده بقى محتاج وقت لوحده، ويقعد كده بهدوء بأفلامه الHB2 في كوباية كده جلد جنبيه فيه بتاع 7000 قلم رصاص كده، ويقعد يكتب بقى حاجات. فكل أفلامه تقريبا هتلاقي ان اسامي الناس اللي فيها اسامينا،
يعني اسامي انا اسامي جدتي، مرات جدتي، مامتي شريفه رتيبه، عادي عادي جدا. معظم يعني كل افلامه هو بيجيبش افلام، ما بيجيبش اسامي من بره يعني. كبير الرحمية هو صاحب الفكرة دي؟ لا بس هو من الناس اللي كانوا مؤسسينها، وهو من اول الناس اللي مثلوا فيها، وهو اللي مثل كل الافلام بتاعتها. وهو بطل تمثيل مش من ساعتها، وبطل تمثيل بعديها بكتير. ما كان رايح يفتتح سينما جديدة في المنيا مع المحافظ، كان ساعتها هو وكيل وزارة الثقافة، وطلع مع المحافظ واقفين في البلكون اللي فوق، الدور اللي فوق، والناس كلها عماله تسقف وتشاور وكده، والمحافظ فاكر ان الناس بتهنيه هو يعني بتحييه. فقالوا له لا يا فندم، ده المحافظ ده عشان الاستاذ سيد بدير. قال لهم سيد بدير يعني ماله يعني؟ قالوا له ما هو ده ممثل وعامل افلام كبير رحميه، وعامل افلام مش عارف ايه، وفيلم كده وبيكتب. فراح الراجل مدور وشه، دور ظهره، وما رضيش يبص له ويكلمه بقيه الزياره كلها، عشان ده فنان وبيمثل وبتاع وكده، فده اوطى من ان انا اتعامل معاه يعني. فمن ساعتها هو زي ما تقولي اتعقد بقى اللي حصل له كده. قال خلاص انا مش همثل تاني، وبطل يمثل تاني بقى بس بيعمل الكتابه والاخراج للمسرح والسينما والبتاع وكده. وكان من اواخر المناصب اللي كان فيها كان رئيس هيئه السينما والمسرح والموسيقى في مصر. مين اكتر فنان كان بيحب يكتب له؟ هو اسماعيل ياسين طبعا عمل له تقريبا معظم افلامه، وفريد شوقي ما فيش تقريبا فيلم لفريد شوقي ما عملوش. دول ده يعني كان بيحس ان هو كتابته للناس دي، او هو بيكتب لهم الكتابه بتاعته بالزبط. قبل بقى ما اختم الحوار، لسه بدري يا شهر الصيام، ما ينفعش اختم الحوار واحنا يعني في شهر رمضان يعني. تفاصيل الاغنيه دي ايه؟ هي اتعرضت عليها في يوم وعجبتها وسجلتها ونزلت الاذاعه في يوم واحد. كل ده في يوم، ما خدتش عليه فلوس، ما رضيتش تاخد فلوس. لكن هي كانت عاجباها الاغنيه قوي بدليل ان هي سابت. هي في الحقيقه اسمها طل البدري بدري. بس هم الناس كلهم معلمينها لسه بدري يا شهر الصيام، لانها دايما بتتغنى في اخر اسبوع من شهر رمضان، والحقيقه يعني اخر 10 ايام سايبه اثر يعني عند الناس، يعني على طبعا زعلهم ان شهر رمضان المبارك ماشي يعني. فرحم الله الفنانه القديره شريفه فاضل، والفنان المخرج الاستاذ السيد بدير. وشريفه فاضل يمكن رحلت عننا يعني بجسمها او بروحها، ولكن طبعا ستظل طبعا اغانيها علامه فارقه في تاريخ الغناء العربي في مصر، اللي بيرجعنا للزمن الجميل. بشكر حضرتك على اللقاء دوت، والف شكر.